السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الكرة المصرية والعالمية. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة لو لسه مش مشترك علشان يجيلك كل جديد. أخبار الأهلي يفرض سياج من السرية على المران الأخير قبل مواجهة الزمالك لتجنب تسريب أي شيء للمنافس. مارسيل كولر يؤكد لاعبي الأهلي ثقته الكبيرة في إمكانياتهم وقدرتهم على تحقيق فوز جديد على الزمالك رغم كل الغيابات المتواجدة في الفريق. خضوع مروان عطية ل4 جلسات علاج طبيعي يوم أمس يؤكد أن هناك إصرار كبير من اللاعب على التواجد مع الفريق في مباراة القمة، ومصدر يؤكد أن كولر لن يجازف باللاعب في المباراة إلا لو تعافى بنسبة 100%. مارسيل كولر يدرس جديا فكرة الدفع بمحمد مجدي قفشة أساسيا أمام الزمالك لاستغلال تمريراته المميزة لزملائه في ظهر مدافع الأبيض. لجنة الحكام تطالب محمد عادل حكم الفار في مواجهة القمة بالتدخل الفوري في أي لعبة مثيرة للجدل واستدعاء إبراهيم نور الدين لرؤية اللعبة مجددا للخروج بالمباراة إلى بر الأمان. لاعبي الأهلي الكبار يحفزون زملائهم قبل مواجهة الزمالك في القمة ويؤكدون لهم على ضرورة الفوز في هذا النوع من المباريات لاكتساب المزيد من الثقة وارتفاع الروح المعنوية لاستكمال مسابقة الدوري بشكل مميز. جوميز يرفض التحفظ الدفاعي في القمة ويميل للبدء غدا بالضغط بشكل مكثف على دفاع الأهلي عن طريق زيزو ومصطفى شلبي وناصر ماهر وعبد الله السعيد وعمر جابر وفتوح، أملا في خطف هدف مبكر يعكر صفو الأهلي. مجلس إدارة الزمالك يطمئن جوميز ويؤكد له أن كل ما أثير حول وجود نية لإقالته حال التعرض لخسارة جديدة أمام الأهلي شائعات وأنهم يثقوا تماما في قدراته. جوزيه جوميز يدرس استمرار سامسون أكينيولا في الخط الهجومي للزمالك خلال مباراة القمة واستمرار الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي على دكة البدلاء خلال المواجهة، والدفع بمحمد شحاتة بجانب نبيل عماد دونجا على حساب ناصر ماهر أو أحمد حمدي للسيطرة على وسط الملعب. أيمن يونس يؤكد أن مباراة القمة المقبلة فرصة العمر للزمالك للفوز على الأهلي واستغلال غياباته الكثيرة، ويؤكد ثقته في قدرة إبراهيم نور الدين على إدارة المباراة بامتياز. الزمالك يرصد أكثر من 150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب في الفريق لتحفيزهم للفوز على الأهلي في القمة. جوميز يؤكد لمدافع الزمالك على ضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد وعدم ترك مساحات لمهاجم الأهلي ومراقبة لاعبيه بشكل جيد وبناء الهجمة بشكل متقن مع الحذر من الكرات العرضية. رضا شحاتة نجم الأهلي السابق ينصح مارسيل كولر بالاعتماد على كهربا ووسام أبو علي معا في هجوم الفريق في القمة لتشكيل ضغط كبير على دفاعات الزمالك، ويفضل البدء بعمر كمال عبد الواحد أساسيا في الجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني. محمد الشيبي لاعب بيراميدز يعتذر للمرة الثانية عن حضور التحقيق معه اليوم من قبل لجنة الانضباط في أزمة لجوءه للمحاكم المدنية ضد حسين الشحات بحجة ارتباطه بمباراة لفريقه أمام المقاولون العرب. لتنجح خطة المدعو ممدوح حيد في إحضار حسين الشحات للمحكمة يوم الخميس المقبل والمسؤول أمامها كمتهم بالتعدي على لاعب بيراميدز. الوداد المغربي يسجل غياب عن بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بشكل رسمي بسبب نتائجه المخيبة للآمال على المستوى المحلي، والرجاء والجيش الملكي يمثلون المغرب في البطولة الموسم المقبل. الأهلي يقترب من إنهاء تجهيز تمثال العمرو فاروق تمهيدا لإقامة حفل التأبين بنهاية الشهر الجاري. لجنة السكاوتنج بالنادي الأهلي تطرح اسم عبد الصمد بوناصر صاحب 19 عام ومدافع منتخب الجزائر للشباب والذي خطف الأنظار مؤخرا على لجنة التخطيط، وتؤكد بأنه مشروع لاعب كبير ويمكن ضمه وقيده تحت السن حال التعاقد معه. إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة: لا يعجبني الكلام الذي يتردد عند الإعلان عن أي حكم مصري لإدارة القمة. ما الذي يعيب إبراهيم نور الدين لإدارة القمة؟ فهو الحكم الأول بين الحكام الدوليين ويمتلك تاريخ كبير. إبراهيم نور الدين يمتاز بالثبات ولا ينفعل ويتمتع بالهدوء ودائما تجده بالقرب من أي لعبة ويمنحك الاطمئنان في الملعب. هو من الحكام الذين يجعلون نشعر بالاطمئنان عند إدارة مباريات القمة مثل أمين عمر ومحمد عادل وغيرهم. واتحاد الكرة لا يتدخل في عمل لجنة الحكام، واللجنة هي المسؤولة عن اختيار أي حكم، لكن من حقي أن أتساءل أين محمود عاشور من لقاء القمة وهو من أفضل حكام تقنية الفار رغم احترام الكامل للحكام المتواجدين يوم الاثنين في المباراة.
أيمن يونس. الزمالك يجب أن يفرض شخصيته في القمة ويحسم الفوز في أول نصف ساعة، وكلما طال الوقت بدون تسجيل أهداف فسيكون الأمر في صالح الأهلي، والمباراة ستكون مليئة بالصراعات. الأهلي يعاني من مشاكل في صناعة اللعب والتهديف في الفترة الأخيرة، والزمالك لديه مشكلة أيضا في رأس الحربة وعدم اكتمال الأداء المقنع في هذا المركز، لكن يتم تعويض ذلك باللاعبين الأحرار في الملعب مثل زيزو وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر. أرى أن تشكيل الزمالك الأمثل للمباراة هو التشكيل الذي خاض مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، والأبيض لابد أن يستغل الفرصة في أول نصف ساعة وينهي الأمور، لكن هل جوميز يمتلك هذه الجراءة أم لا؟ سنرى غدا. أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، وحذر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الدفع بمروان عطية خلال مباراة القمة في حال عدم تماثله للشفاء بشكل كامل، فمن الأفضل عدم الدفع به في المباراة حتى لا تتفاقم إصابته أكثر ويفقد الفريق أمام مازيمبي. مباراة الزمالك ب3 نقاط وليست بأهمية مواجهتي نصف نهائي دور الأبطال. الغيابات ستؤثر على النادي الأهلي في لقاء القمة، ولكن المارد الأحمر قادر على تحقيق الانتصار والفوز بالمباراة، خاصة وأن الفريق يملك عناصر جيدة في كافة المراكز وقادرة على صناعة الفارق في المباراة. محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أتمنى أن يخرج لقاء القمة بين قطبي الكرة في مصر بشكل جيد، لكن لا توجد أي معطيات للفريقين ولم يعطونا أي مردود، لكن الزمالك في الفترة الأخيرة فايق أكثر من الأهلي، لكن هذا ليس مقياس، لأن الفريق الأبيض فرط في مباراة الكاس ولم تكن لديه الرغبة القوية للفوز رغم أنه كان الأفضل قبل المباراة. تشكيل الزمالك في المباراة الأخيرة يدل على أن الفريق يمتلك شخصية، وأعتقد أن محمد شحاتة سيبدأ لقاء القمة. صعوبة المباراة ستكمن في الثنائيات، ولن نجد فنيات كثيرة كما يتوقع البعض إلا عندما يتم فتح الملعب. من يريد أن يفوز بالمباراة عليه أن يمتلك حارس موفق ووسط ملعب جيد. أنا مع أن محمد عواد يبدأ أساسيا وضد فكرة التدوير مع محمد صبحي، ووسط الملعب سيفرق مع الفريقين، ومروان عطية إذا لم يلعب مع الأهلي سيتأثر الفريق الأحمر. نصيحة الجوميز المدير الفني للزمالك ألا يؤلف في التشكيل، وأرى أنه لابد أن يدفع بسامسون أكينيولا في أكثر من مباراة لكي يتم الحكم الصحيح على اللاعب. محمد ناجي جده لاعب الأهلي السابق ومدرب بيراميدز الحالي. الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا مدى أهمية مباراة المقاولون العرب لتأكيد الصدارة واستمرارية الفوز، خاصة بعد التطور الواضح في استغلال الفرص وتسجيل 4 أهداف في اللقاء الأخير. ومن الضروري توسيع الفارق على قمة وصدارة الترتيب، وضرورة الحذر من المنافس المقاولون العرب الفريق المحترم والذي سيلعب على أرضه ويحتاج للخروج بنقطة إيجابية في ظل موقفه الغير جيد في جدول المسابقة. بيراميدز جاهز للمباراة بروح حاليا لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني تواليا، والجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين وقدرتهم على مواصلة المنافسة على لقب الدوري بكل قوة حتى النهاية. عودة الثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل والتسجيل في اللقاء الأخير كانت مميزة، وكذلك مصطفى فتحي الذي حصد جائزة رجل المباراة، وكذلك الظهور المميز للكونغولي فيستون مايلي مهاجم الفريق، والجميع على قلب رجل واحد وهدفهم واضح وهو تحقيق الدوري في النهاية. كده تكون انتهت أخبارنا، نشوفكم على خير في حلقة جديدة.